طيب السلام عليكم. المشكلة دي بتاعة شخص عزيز جدًا عليّا، وهو حد من الناس المتابعة في الصفحة بتاعة الفيسبوك، و وبعت لي يسألني رأيي بشكل شخصي، وطالب رأيكم أنتم كمان معاه، يعني من فضلكم اكتبوا رأيكم في الكومنتات تحت. المشكلة ببساطة جدًا إن هو كان اتعرف على واحدة معاه في الشغل، اتكلموا مع بعض كلام عادي جدًا، وأعجب بتفكيرها وارتبط بيها، واتقدم لخطبتها مع إن أهله كانوا معترضين على الخطوبة دي. ولكن هو وقف قصادهم وخد خطوات كويسة جدًا إن هو يخطبها، وفعلًا خطبها سنة ونُص، واتخانقوا بعد 6 شهور من الخطوبة، ورجعوا تاني بعديها بفترة قليلة جدًا. المشكلة ببساطة جدًا إن صديقنا ده كان بيعتذر وهو مش غلطان. آآ في بعض الناس ما بتفهمش الاعتذار على إن هو وأنت مش غلطان، اعتذار وأنت مش غلطان على إن هو أنت بتحاول تصلّح. لأ، هم بيفهموا الاعتذار ده على إن هم ناس عندها شخصية قوية، قدروا إن هم يسيطروا عليك، فيخلّوك إن أنت ترجع في كلامك عشان خاطرهم. وفي الحالة دي بيبدأوا يتمادوا في الغلطات، يعني يبدأوا هم طول الوقت يحمّلوك غلط، طول الوقت يحمّلوك غلط. الموضوع ده يعني بيبقى عند الرجالة وعند الستات، يعني مش بس عند الستات فقط، لكن عند الطرفين. فأنت مبدئيًا ما كانش المفروض إن أنت تعتذر عن حاجة أنت ما عملتهاش، حتى لو كان الحاجة دي بتصلّح أو أنت عايز تشيل الموضوع من على دماغك أو الكلام ده، ده كلام مش صح. الفكرة التانية السؤال التاني بتاعه إن هو بيقول دلوقتي هو آخر مرّة قالت له تعالَ خُد حاجتك، قال لها طيب. وهي دلوقتي البنت دي بتحاول إن هي ترجع معاه، هو يرجع والّا لأ؟ رأيي أنا الشخصي لأ. ليه؟ آآ كتر إن أنت تدّي حد أو بشكل عام، يعني أي حد يدّي فرص كتير لشخص والشخص دوّة ما بيتغيّرش، ما بيستوعبش إن هي دي فرصة أنت بتدّيها له، ما بيستوعبش فكرة إن أنت ممكن تمشي، دي حاجة مش كويسة. مطلوب منّك إن أنت خلاص بابه اتقفل، وقدّر الله ما شاء فعل، وناس كتير في حياتنا جاية إن شاء الله. آآ حاول على قد ما تقدر إن أنت الفترة اللي جاية لمّا تيجي ترتبط حد، ما الأهل يبقى ما فيهمش بينهم وبعض مشاكل، مش معترضين، الحاجات دي، لإن الحاجات دي كلّها بتسهّل بشكل كبير جدًا عملية الزواج بعد كده، يعني بيبقى الزواج بعد كده أسهل بكتير في وجود التوافق بين الأهل. فمعنى كده هاحط وجهة نظر الأهل كنقطة مهمة ليك بعد كده في اختيارك ده. بس ده رأيي أنا الشخصي للمشكلة. اكتبوا لنا أنتم بقى رأيكم، وصاحب المشكلة هيبقى مستني منكم تعليقاتكم، فما تخذلوهوش واكتبوا له تعليقات و وانصحوه بجد، لإن هو أخ عزيز جدًا، ويستحق فعلًا إن أنتم يعني تاخدوا شوية وقت من وقتكم وتبعتوا له رَد على المشكلة بتاعته. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.